محاولات السيطرة، أنا بسميها أحيانا اختبار الأولويات. كل واحد فينا بيحاول يشوف هو أولوية ولا لأ عند التاني، وهو ترتيبه رقم كام في جدول أولويات التاني. فهي تتصل بيه وهو في عز شغله ما يردش، يرجع لها: سوري يا حبيبتي كنت شغال. ولما مامتك طلبتك رديت عليها ولا لأ؟ ولما صاحبك بعتلك على الواتساب رديت عليه ولا لأ؟ هي هنا بتعمل ايه؟ هي هنا بتحاول تعمل محاولة بائسة لترتيب نفسها في جدول أولوياته، وهو الراجل الموضوع مش محسوب كده خالص بالنسبة له. صاحبه كان عايز حاجة رد عليه بسرعة في كلمتين، أمه بتطمن عليه، ستبقى الأم أم، وفي مكان لوحدها، لا أحسن ولا أوحش، ده مكان بتاعها محدش في الدنيا هينافسها فيه. ونفس الكلام لمامتك على فكرة. انما انتي هو عارف ان دي خطيبتي حبيبتي، هخلص شغل وهنقعد بقى نرغي مع بعض. ربما تكون اكتر مكالمة هتبسطوا فيهم، ولكن حضرتك طبعا نتيجة الحسبة دي اصطدمتي بيه، وتحولت المكالمة لمشروع خناقة، وهيبدأ يتهرب منها ويحاول يأجل المكالمة على قد ما يقدر على ما تهدي. وده غلط، لأنك مش هتهدي، انت الغضب هيفضل يتصاعد جواكي لغاية ما يفرقع بكرة. كل الحدوتة دي بدأت فين؟ محاولة من وجهة نظري أنا للسيطرة. أنا عايز أبقى رقم واحد. على الصعيد الآخر بقى، هو كلامي ولا كلام بابا؟ كلام بابا طبعا. ايه يعني، هو ده سؤال؟ كلام بابا لانه بابا، وكلام بابا لانها في بيت بابا، وحضرتك داخل معركة خسرانة. واقول لك حاجة، لو انتصرت فيها خاف منها، اللي هتبدي حضرتك بعد 6 شهور ولا سنة من معرفتها بيك على ابوها هتبدي اي حد عليك بكرة. اعقلوا، كفاية محاولات واهية للسيطرة تحول سنة الخطوبة لسنة كبيسة. بتضيعوا ايام حلوة على بعض، وبتضيعوا فرصة لطيفة لانكم تبقوا بجد مصدر سعادة في حياة بعض.